هل كنتوا بتعرفوا ان البط وقت بينزل مطر ما بيتحرك ابدا؟ بضل واقف مكانه رافع راسه لفوق وعم يطالع للسماء وكأنه عم يتأملوا المطر. يمكن يبين غريب إذا أول مرة بتسمعوا هالشي، بس الحقيقة أنه هالتصرف مو صدفة، هو تصرف طبيعي وذكي بيعمل البط حتى يضل جاف وما يتبلل. السر أنه البط عنده غدة صغيرة عند قاعدة الديل اسمها الغدة الزيتية. هي بتفرز مادة دهنية بيستخدمها البط حتى يوزعها على ريشه، وبتخلي الريش يصير مقاوم للماء. يعني لما ينزل مطر كل نقطة مي بتنزلق عن الريش مثل الزجاج وما بتدخل لجوا. بس إذا البط تحرك كتير المي ممكن تتسرب بين الريش وتوصل لطبقات الداخلية، وهيك بيبرد جسمه وبيتعب. فالحركة الزايدة بتضره، مشان هيك بيضل واقف بهدوء وبيخلي المطر ينزل عليه براحة بدون ما يتأذى. وعلى فكرة مو بس البط بيعمل هيك، حتى الحمام والصقور بتصرفوا بنفس الطريقة تقريبا، لأنهم كمان عندهم نفس الغدة الزيتية اللي بتحميهم من المطر. سبحان الله كيف الحيوانات عندها طريقة ذكية لتحمي حالها من الطبيعة. وإذا حبيتوا هاي المعلومة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى توصلكم قصص غريبة ومعلومات أغرب وأحلى من هيك.